أستاذ رائد سلامة خبير اقتصادي كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تعويم الجنيه. عايزين نفهم من حضرتك إيه هو المعنى بشكل مبسط وتأثيره إيه على الاقتصاد المصري؟ طيب هو مسألة تعويم الجنيه هي عبارة ببساطة شديدة إنه الدولة ترفع إيدها تماما عن التدخل في تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى. فيبقى مطلق زيه زي أي سلعة أخرى، اللي يحدد سعره هو عوامل العرض والطلب. ودي طبعا إطلاقها بالمنظر المفتوح ده دي نوع من أنواع الفحش إن صح التعبير في تأثيره على أسعار السلع والخدمات اللي مرتبطة بالعملات الأجنبية. فالنهارده إن الدولة ترفع إيدها تماما، بمعنى إن الدولة كانت في بعض الأحيان تتدخل في تحديد هامش للعملة الأجنبية وبالتحديد الدولار، إنه أقرب العملات وأكثرها احتكاكا بالجنيه المصري، تتدخل في تحديد هامش يعلى ويوطى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لأغراض خدمة الاقتصاد بشكل عام، من خلال تعليمات تصدرها للبنك المركزي. تقول له يا بنك مركزي من فضلك خلي السعر ما يزيدش عن رينج معين، من خلال انك بتطرح ما لديك من دولارات في السوق. لما تطرح الدولارات في السوق سعر الدولار قدام الجنيه ينخفض شويه لان المعروض كتير. فمن هنا يحصل نوع من التحكم في سعر العمله المحليه وعدم تعويمها او اطلاقها بشكل عام، انه لعوامل العرض والطلب تاثر. النهارده 30 ديسمبر 2012 ارتفع سعر الدولار للجنيه المصري، وبيقولوا ان ده الارتفاع ده لم يحدث خلال 10 سنين. بتشوف ازاي ده تأثيره على المواطن المصري وتأثيره على السلع الاستهلاكية خلال عام 2013؟ تأثيره قاتل ومدمر. خليني اقول لحضرتك حاجه، ان احنا ابتدينا من البدايه. مصر دخلت عصر العولمه، انا دي من ضمن الحاجات اللي بقولها ان مصر دخلت عصر العولمه في السبعينات. اول دوله تم عولمتها في السبعينات. في اواخر في منتصف عهد رئيس انور السادات بعد الحرب مباشره، لما اتعملت قوانين الانفتاح تم دمج الاقتصاد المصري بشكل طوعي في الاقتصاد العالمي. اصبحنا جزء من الاقتصاد العالمي، اصبحنا بنعتمد بدرجه اساسيه على استيراد سلع وخدمات اساسيه لحياه الانسان المصري. فالكلام ده ربطنا بالاسعار العالميه. لما ارتبطنا بالاسعار العالميه احنا محتاجين نشتري بعملات اجنبيه، نشتري بالدولار. لما تيجي تترجم مشترياتك او استيرادك بمعنى ادق بالدولار بجنيه مصري، سعره بيزيد مع الزياده الحاصله في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. احنا بنستورد 59 مليار دولار ونصدر ب 27 مليار دولار، فالصافي 32 مليار دولار. لما تيجي تقول 32 مليار دولار في 6 جنيه وقت ما كان الدولار ب 6 جنيه يطلع لك رقم. النهارده 6 جنيه ونص، في فرق نص جنيه زياده. النص جنيه زياده دي هترجع في النهايه على اسعار السلع والخدمات اللي موجوده اللي بتتباع في مصر. الدوله قدام اختيار من الاثنين: ترفع الدعم على السلع والخدمات بفرق السعر، او انها ما تعملش حاجه خالص وتسيب السعر ده يطحن الانسان المصري في شكل ارتفاع في اسعار السلع والخدمات. هذا هو مكمن الخطوره. قدام حاجه من اثنين: يا تمشي تسلك مسلك اقتصادي 1 زائد 1 يساوي 2، يا اما تسلك مسلك اجتماعي وتحافظ على التوازن الاجتماعي في البلد. هل ممكن الحكومة تلجأ إلى طباعة بنكنوت، ولا ده ممكن يزود معدل التضخم؟ هيعمل تضخم بدون شك، انك لا تمتلك دولارات. انت كل دولار موجود عندك في البنك المركزي تقدر مقابله تصدر جنيه مصري، تطبع جنيه مصري. انت الاحتياطي النقدي متناقص بشكل مهول، انت مش قادر تسد على الاستيراد ولا على سداد الاقساط اللي بتتم الديون. فالاحتياطي النقدي بينخفض بشكل كبير عادي، اخذ في الاعتبار ان في جزء منه ذهب بتسيله مش بيعه. السؤال الأخير: أحد شعارات الثورة المصرية كان عيش، حرية، عدالة اجتماعية. معظم المليونيات والتظاهرات اللي قامت بها القوى السياسية كان ليها طابع سياسي أكتر، يعني كانوا بينادوا بإسقاط النظام. هل بتشوف إن في حاجة ملحة وضرورية إن في تظاهرات تطلع من أجل الغلاء ومن أجل سعر الدولار؟ والله انا دايما بقول ثوروا تصحوا. في قول بيقول لك صوموا تصحوا، وانا بقول ثوروا تصحوا. احنا
لم يتحقق شيء من مبادئ الثوره بالدرجه الاولى. احنا قلنا والشهر ده كان طرحه الله يرحمه سامح سليمان اللي احنا بنحتفل بتأبينه النهارده، عيش حريه عداله اجتماعيه، لم يتحقق منها شيء. لا تحقق عيش، الحريه بتكبل حاليا في اللحظه اللي احنا فيها، والعداله الاجتماعيه بيذبحوها على مذبح الاخوان المسلمين. العداله الاجتماعيه والعيش مش هيتحققوا الا باصلاح اقتصادي جذري وراديكالي حقيقي بيمس مصالح الناس. لابد من تحديد الانحيازات الاجتماعيه للحاكم. الانحيازات الاجتماعيه للحاكم النهارده ليست في صالح فقراء مصر اللي طلع عشانهم الشعار. وبالتالي مساله ثوره، لابد من وجود ثوره تقتلع الفكره اليمينيه المتحفظه سياسيا بالمفهوم السياسي والاقتصادي ونغير. اذروايز احنا ما عملناش اي تغيير. فلا بد من في نهايه المطاف والممارسات اللي بتحصل من الحكام الحاليين هتسفر في النهايه عن ثوره، علشان اللي حصل لم يستجيب بالمره لمطالب ثوره 25.